في الفيديو ده هنحل مسألة الكاونت ووردز. طيب خلينا نشوف المسألة عاوزة ايه. بيقول لك انت هتاخد string وطبع لي عدد الكلمات اللي فيه. طيب ايه هم الكلمات دي؟ هعرفها ازاي؟ طيب هو بيقول لك الكلمة بتتكون من حروف انجليزية، لا اما كبيرة لا اما صغيرة. طيب يبقى معنى كده ايه؟ طالما هو هنا حدد لي اللي هو فيه حروف كبيره وفيه حروف صغيره بالظبط، ان السترنج اللي انت هتاخده اكيد هيتكون من كذا حاجه تاني. اهو بيقول لك السترنج بيتكون من حروف صغيره وحروف كبيره وكمان سبيس وكمان اي سيمبلز من دي. طيب لو نشوف التستات، هنلاقي هنا ايه؟ ادي دي كلمه وادي دي كلمه. تمام، هتقولي لا دي كلها على بعضها كلمه. هقول لك لا. ليه؟ لان الكلمه بتاعتك بتتكون فقط ايه؟ زي ما هو قال فقط بتتكون من حروف كبيره وحروف صغيره. يبقى معنى كده ايه؟ دي مش كلمه، دي كلمه لوحديها. طيب لو جينا مثلا نشوف التست اللي تحت، دي كلمه وده كل ده ملوش اي لازمه، وده الحرف الواحد ده بس برضو ايه؟ كلمه. طيب كده عرفنا المسألة. خلينا اديك هنت قبل ما اقول الفكرة. الهنت ايه؟ الهنت مش هو قالك الكلمة بتتكون من حروف كبيرة وحروف صغيرة او حروف انجليزية؟ طب فكر الكلمة دي هتبتدي امتى وهتنتهي امتى. بس كده. دلوقتي هنبدأ بقى الفكرة بتاعتنا. بس خليني قبل ما اقول الفكرة خلينا ننوه على حاجة. قبل ما تكتب اي كود لازم تكون متأكد وعارف تماما الكود بتاعك بيعمل ايه بالظبط، والفكره بتاعته ايه. اكيد ما انت هتكتب الكود على اساس ايه؟ فكره معينه، فكره معينه. طيب كمان الكود تكون انت متخيل كل التستات اللي ممكن تيجي مع المساله. تمام، وهل الكود اللي انت كتبته ده هيقدر يطلع نواتج التستات دي صح ولا لا؟ طيب خلينا بقى نبدا في الفكره بتاعتنا. طيب احنا اتفقنا ايه؟ ان الكلمه بتاعتي متكونه من حروف فقط. تمام، يبقى ايه؟ يبقى اللي هيفصل الكلمه عن التانية اي حاجه غير الحروف الانجليزيه اللي هو ممكن يدخلها لي. اكيد هيدخل لي اي سيمبلز اللي هو جاي لها وكمان السبيس. طيب لما هنيجي التست زي ده كده، عدد الكلمات اللي هنا فيه كام؟ دي كلمه ودي كلمه ودي كلمه ودي كلمه، 4 كلمات بدون ما يفصلهم اي سبيس. ازاي؟ لان هو دي خد اول كلمه صح كده، اول حرف، بعد كده للعلامه التعجب دي، فلقيها حرف غير الحروف الانجليزيه، فخلاص يبقى دي كده دي كلمه. وهكذا روح للبي. تمام، خلاص يبقى انت معايا في الكلمه. دخل على علامه التعجب، خلاص دي مش تبعي، فخلاص يبقى البي دي لوحديها ايه؟ كلمه. وهكذا. بعد كده هو لما وصل للدي ايه اللي حصل؟ هو دي ملوش اي حاجه تاني، فخلاص دي لوحديها ايه؟ كلمه، لان هي اخر حاجه في السترنج. طيب يبقى من خلال كده احنا عرفنا هنعرف نستنتج حاجه ايه. اللي انا هبتدي بحرف، الكلمه بتاعتي هتبتدي بحرف وهتنتهي اول لما تلاقي اي حاجه غير الحرف، غير الحروف الانجليزيه. يعني اهو ابتدى فعلا بالايه، واول لما الاقي علامه التعجب خلاص انتهى ايه؟ بس هينتهي ايه؟ باللي جابليها. يعني هو بيقول لي علامه التعجب، يبقى الانتهاء بتاعت الكلمه ايه؟ الاندكس بتاعت علامه التعجب -1. طيب بس اكيد عندي حاله شاذه في الكلام ده. ايه هي الحاله الشاذه؟ لما هتوصل لاخر حرف، لاخر سترينج. يعني وصلت لاخر سترينج بالشكل دي كلمه وصلت للاخر، بس انت ما لقيتش اي حاجه بعديها علامه تعجب ولا اي حاجه، بس انت وصلت اوريدي هنا على الحرف ده، وصلت للنهايه، فدي لوحديها برضو ايه؟ كلمه. كمان الحاجة الأهم من ده كله ده إنك أنت ممكن تاخد حرف واحد في السترنج وكمان يكون كلمة. طب هنا عرفت إيه؟ هنا دي البداية. تمام، هو البداية وهو النهاية في نفس الوقت، وكمان هو نهاية السترنج. فلازم انت تبقى مدرك حاجة زي كده. يعني هو التست ده هيختلف تماما عن التست ده، اللي هو دي الكلمة دي لوحديها والكلمة دي برضو لوحديها. بس الكلمة دي عرفتها لوحدها ازاي بكل سهولة؟ ان بعديها حاجة، بعدها سبيس او مثلا بعديها علامة تعجب. تمام، فعرفتها. لكن دي ايه؟ لا دي اكيد موراهاش حاجة، موراهاش اي حاجة اخر السترنج، وكمان مش جاب ليها حاجه. لكن هنا ايه؟ دي جاب ليها حاجات، بس هي صدفت اللي هي تكون نهايه السترنج. طيب آه من هنا احنا هنبدا بقى نشوف الفكره بتاعتنا هتبقى ايه. احنا اتفقنا ان السترنج بتاعتي هيكون ليه بدايه وهيكون ليه نهايه، بس انا عرفت ان النهايه بتاعتي هتكون موجوده ايه؟ اول لما الاقي اي حاجه من دول. كمان ممكن الاقيها ايه؟ اخر السترنج. كمان ممكن يكون عندي السترنج من حرف واحد، والحرف الواحد ده منقسم لحالتين، لا اما هيكون لوحديه
او هيكون ايه ضمن string. طيب لو جينا بقى نكتب الكود، نبدأ نكتب الكود. انا هاخد ايه، هاخد string، وكمان السترنج بتاعك عرفنا اللي هو هيكون فيه سبيس، يبقى معنى كده ايه مش هعرف اخده بالسي ان بالظبط، يبقى هتاخده ايه الجيت لاين. طيب خدنا احنا السترنج، احنا اتفقنا ان السترنج هيكون الكلمه ليها بدايه وليها نهايه. طيب يبقى احنا بقى نكتب الكلام ده، هو مش عاوزه بس احنا برضو ايه كتوضيح لينا، اندكس الستارت واندكس الاند. تمام. طيب هنبدا بقى ندخل السترنج بتاعنا اسدد السايز بس. طيب هعرف ازاي بقى نقطة البداية من نقطة النهاية بالظبط؟ يبقى انت محتاج ايه، يكون معاك بوليان تقول له الستارت بتاعتك والاند، واكيد هما الاتنين هيكونوا بايه فولس. هما اصلا ديفولت بصفر، فخلاص احنا مش لازم نعملهم initialization. طيب عشان اعرف البداية بتاعتي اكيد لازم يكون ايه بالظبط، لازم يكون السترنج بتاعك ده عبارة عن ايه، عبارة عن حرف. طيب بما ان هو الحروف هتكون حروف كبيرة وحروف صغيرة، تعال نعملها ايه فانكشن. طيب الفانكشن هتكون ايه، فانكشن هتاخد تشار، هتاخد حرف. تمام، حرف مثلا اكس، هتقول ايه رجع لي ترو لو مثلا لو الاكس بتاعتك دي هي من الحروف الكبيرة. تمام اهو كده، او هو من الحروف ايه لا، من الصغيرة قصدي هنا، وهنا ايه من الحروف الكبيرة، هتبقى هنا ايه كابيتال. لو هي كده يبقى ساعتها ايه رجع لي ايه بالظبط return true. بس كده، غير كده طبعا هترجع لي ايه return false. طبعا انت هنا مش محتاج تكتب else، ان دي لو اتحققت فخلاص الفانكشن هتموت. طيب يبقى هنا هقول له لو الحرف بتاعك دوا اللي انت واقف عنده هل هو من ضمن الحروف الابجديه، يبقى هنا هنقول له ايه هتحطها في الفانكشن. لو هي بترو خلاص يبقى ده معنى كده اللي هي ايه من الحروف. طيب كمان لو انت من الحرف، يعني ما هي كده مثلا هنا ده حرف وده حرف وده حرف. تمام، انت محتاج تعرف ايه نقطة البداية بتاعتك. نقطة البداية بتاعتك هتكون متى بالظبط، اول لما تكون الستارت بتاعتك دي ما اتعلمتش قبل كده. يبقى هنا هنقول له ايه لو الستار اند الستارت هتكون ايه فولس. تمام، معنى كده ايه، معنى كده انت بجيت فين، بجيت في انتجس ايه البداية. تمام. تمام، واكيد بقى الستارت بتاعتك هتبقى ايه بالظبط بترو. طيب كده انت وصلت الاندكس البدايه. اندكس النهايه هنعرفه ازاي، اول لما تلاقي سبيس او اي سيمبلز من دي. طيب يبقى هنقول له ايه بقى هنا ايه بالظبط else. الحرف اللي انت واخده دوا لا مش ترو، هيكون ايه بفولس. ليه؟ لانك انت خلاص انت يعني الحروف احنا اتفقنا ان الحروف دي الفانكشن دي بس ايه للحروف، خلاص يبقى اي حاجه تانية غير الحروف يبقى ايه هترجع لي فولس. كمان الستارت بتاعتك لا، الستارت بتاعتك انت علمت عليها كان بترو، ساعتها هتكون اندكس ايه اندكس النهايه انت هتساوي ايه، لا مش الاي، لا هتساوي دي هنا يبقى هتساوي ايه اي ناقص واحد. ديك انت وصلت للسبيس يبقى ايه دي اخر الحرف، يبقى اي ناقص واحد. تمام، وساعتها طبعا الاند بتاعتك هي اللي هتكون ايه بترو. طيب ده كلام جميل، ده المفروض هنا بقى else اف. طيب يبقى هنا دي الحالتين اللي هتحقق ايه الستارت والاند. طيب بقى احنا اتفقنا ان احنا هيكون عندنا حاله شاذه، كذا حاله شاذه كمان. ايه هي؟ اهو اللي هو السترنج هينتهي مش هتلاقي، هيكون اخر حرف فيه من ضمن الكلمة. ساعتها هتعرفوا ازاي؟ لازم يكون اديك انت وقفت هنا تمام، فخلاص انت هتتشيك عليه هنا هتلاقي ايه مش هيدخل، هتلاقي هنا دي دي بترو بس الستارت بتاعتك ايه برضو بترو. طيب هتنزل هنا لا مش فولس. طب يبقى انت محتاج تقول له ايه هنا بعد ما تخلص، لو انت اف الحرف اللي انت واقف عنده ده، احنا اتفقنا اللي هو البوليان عندي اسمه تشار، هتاخد اس اوف الاي. طيب لو انت واقف عند حرف هتساوي ترو. تمام، كمان حاجه، كمان انت ضامن ان اللي هو ضمن كلمه، يعني دي ضمن كلمه، كمان البدايه دي ضمن كلمه، يعني هو بدايه ونهايه في نفس الوقت.
فانت اكيد اتعلمت ان الستارت بتاعتك موجوده. هتقول لي طب انت ليه بتنوع على الحاجه دي؟ هقول لك انت ممكن تاخد تيست بالشكل ده اهو. فانت واقف انت هنا ايه، انت واقف، دي النهايه بتاعتك تمام، بس الستارت بتاعتها ما عندكش انت ستارت، وكمان ده مش حرف. طيب يبقى انت تشك عليه هل هو حرف ولا لا. اه هو حرف. طيب الحرف ده انت علمت عليه قبل كده ولا لا؟ انت متاكد ان هو ده انت في النهايه قصدي ان الاي ده بتاعك هيتساوي السايز؟ وصلت انت للسايز؟ اه خلاص انت وصلت للسايز، يبقى خلاص ايه ساعتها انت عندك الاند بتاعتك هتكون ايه؟ ترو. بالظبط. احنا مسمينها ايه؟ بس كده. بعد كده هقول له ايه بقى هنا، لو بالظبط الانت عندك الستارت هتساوي الاند وكمان هما الاتنين بترو، الستارت هتساوي ترو، يبقى معنى كده ايه؟ كده انت عندك انت ايه كلمه، يبقى زود لي الكاونتر، ومعنى انك انت هتزود الكاونتر يبقى انت ايه بالظبط هتعمل ايه؟ هتصفر الستارت والاند، يبقى الستارت هتساوي الاند هتساوي فولس. بس كده. وفي النهايه هنقول له ايه؟ سي اوت الكاونتر اللي انت عملته. طبعا احنا ما عرفناش الكاونتر، يبقى هنا هنقول له سي اوت سي ان تي. بس هنبدا بقى نشوف التستات اهو. دي مثلا المفروض بكام؟ ب9. هنا جاب ران تايم. طب ليه بقى جاب ران تايم؟ تعال نعمل initialization للكلام ده. طيب اكيد دي هتساوي ايه؟ خلينا نفترضهم في البداية اللي هم كلهم بصفر. كمان الستارت هتساوي الاند هتساوي فولس. نيجي نصمت. صمتنا تمام. 9 وهي 9. طيب و10 بالظبط. خلينا بقى نرفع الكود. وكده جاب accepted وبالتوفيق.